بلاغ يوصل للشرطة إن في كتلة خرسانية غريبة طالع منها قطعة قماش متلطخة بقع حمراء، وعلى طول بعدها بتوصل قوة أمنية لمكان البلاغ ده ومعاهم معدات تكسير خرسانة، وفورا بيبدأوا تكسير فيها. وهنا بقى بتحصل الصدمة. اللي كان جوه الكتلة دي مش مجرد قطعة قماش أو حتى هدوم واحد متلطخة أحمر. كتلة الخرسانة دي كان في جواها بني آدم كامل بحالته الطبيعية زي ما هو، ومش ناقص منه حتى صباع واحد. وواضح كده إن الخرسانة دي لسه مصبوب عليه من قريب، وواضح كمان إن في سر كبير وراها. طيب إيه موضوع كتلة الخرسانة دي بقى؟ ومين الشخص اللي جواها؟ ومين اللي عمل فيه كده؟ وليه عمل فيه كده؟ وإزاي تم حل اللغز؟ وإيه اللي حصل بعدها؟ خليك معايا وهتعرف كل حاجة حالا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قصة النهاردة أحداثها بتدور في الأسبوع الأول من شهر 10 2024، وما قدرتش أحدد الحقيقة هي في يوم إيه بالظبط في الأسبوع الأول، لكن الأهم من اليوم اللي حصلت فيه هو إيه اللي حصل بالظبط، وده اللي هنعرفه دلوقتي. بالنسبة للمكان فالقصة حصلت في قرية اسمها قرية بني رافع، موجودة في مركز منفلوط محافظة أسيوط، والحكاية كلها بتدور حوالين شخصيتين اتنين. الشخصية الأولى منهم هو واحد اسمه محمد، ومحمد ده راجل عنده 62 سنة ومقيم مع أخوه الصغير في واحد من بيوت قرية بني رافع الموجودة في مركز منفلوط في أسيوط. وبالنسبة لشغله فالراجل شغال مزارع، وراجل معروف بين أهل قريته ومحبوب وسمعته كويسة، خصوصا إن محمد ده راجل ملتزم ومتدين وزاهد جدا في الدنيا، ومعروف عنه كمان إنه بيقضي أغلب وقته تقريبا في زيارة الأضرحة بتاعت أولياء الله الصالحين، وعشان كده كانوا ملقبينه في القرية بتاعته بالشيخ محمد. ولحد هنا كده أنت تقريبا عرفت كل اللي محتاج تعرفه عن الشخصية الأولى. طيب مين بقى الشخصية التانية؟ فاكر لما قلت لك من شوية إن محمد أو الشيخ محمد عايش في واحد من بيوت قرية بني رافع مع أخوه الصغير؟ أخوه الصغير ده بقى هو الشخصية التانية معانا النهاردة، وأخوه ده يبقى اسمه حمدي، وهو مش صغير قوي يعني. حمدي ده يبقى راجل عنده 57 سنة تقريبا، وهو كمان شغال في الزراعة زي أخوه الكبير، وساكنين مع بعض في نفس البيت. بس برضه سبحان الله، برغم انهم اخوات وتربوا وكبروا وعاشوا عشرات السنين مع بعض، لكن برضه كانوا مختلفين عن بعض تماما. ولو هناخدها مثلا بمعيار ان محمد راجل متدين وملتزم وزاهد في الدنيا وبيقضي اغلب وقته في حاجات خاصة بالدين، اخوه الصغير حمدي كان عكس كده خالص، وكان دايما مشغول في حاجات خاصة بيه وبالشغل ومتطلبات بيته واولاده وحاجات من كده يعني. وصحيح انه كان عايش مع اخوه الكبير محمد في بيت واحد، لكن اخوه برضه كان واخد اوضه لوحده في البيت وعايش فيها مع نفسه، ويعني فيه نوع من الانعزال بينهم. وبرغم برضه ان الاتنين شخصيتهم مختلفة تماما، لكن بسبب الطبيعة الهادية لشخصية محمد اللي هو الشخصية الاولى او الاخ الكبير، وكمان زهده في الدنيا، فده كان مخلي الوضع بينهم هادي وما بيحصلش بينهم اي صدامات. وكان محمد اللي هو الاخ الكبير عايش مع اخوه حمدي بمبدأ ان لو دي هي الحاجة اللي هتعمل بينا مشاكل فخلاص يا عم انا مش عايزها. وطبعا دي حاجة كان يعرفها اي حد قريب منهم هما الاتنين، وبيجي لهم البيت وبيشوف تعاملهم مع بعض، زي مثلا ابن عمهم اللي كان بيزورهم كتير وبيسأل عنهم كنوع من المعروف او صلة الرحم وكده. بس برضه خلينا نكون واضحين مع بعض، انا ممكن اتنازل عن حاجات كتير جدا لشخص ليه مكانة كبيرة عندي، وده عشان خاطر ما يحصلش اي صدامات بينا وتفضل الدنيا ماشية وعلاقتنا مكملة. لكن برضه في حاجات ما ينفعش ابدا ان اتنازل عنها لاي سبب كان، وده لان مجرد ان الشخص اللي قدامي ده طلب الحاجة دي مني فدي بتبقى بجاحة كبيرة منه الحقيقة، وما ينفعش ابدا اننا نسيروا فيها. وده بالظبط بقى هو اللي حصل بين الاخوات الاتنين محمد وحمدي في يوم الواقعة اللي كان في الاسبوع الاول من شهر 10. محمد او الشيخ محمد خرج من البيت وجاب اكل وجهز كل حاجة وقعد عشان ياكل مع اخوه حمدي. ولما قعد الاتنين ياكلوا مع بعض وقتها، حمدي اتكلم وطلب من اخوه الكبير طلب كلمه فيه قبل كده ورفضه، والحقيقة هو طلب فيه كمية بجاحة وأنانية رهيبة. والطلب ده باختصار كان إن الشيخ محمد يسيب الأوضة بتاعته في البيت ويمشي ويروح يقعد في أي مكان تاني، وده عشان حمدي ابنه كبر وعايز يجوزه. ممكن تقولي طب وإيه علاقة ده بإن محمد يسيب الأوضة بتاعته في البيت ويمشي؟ الفكرة إن حمدي عايز يجهز الأوضة دي بتاعت الشيخ محمد لابنه ويجوزه فيها. طيب وأخوه الشيخ محمد يروح فين؟ انا كاسلام معرفش بصراحة، وحتى هو كحمدي نفسه ما يعرفش برضه. وطبعا طلب بالبجاحة دي، اكيد الشيخ محمد رد عليه اول ما اتقال له بالرفض التام، وقال له لا طبعا الأوضة دي بتاعتي ومستحيل اسيبها. وحصل بينهم مشادات كلامية قبل كده من اول ما اتفتح الموضوع ده، وقبل ما يرجع حمدي يفتحوا مرة تانية وهم قاعدين بياكلوا في اليوم اللي لسه قايل لك عنه. والمهم بقى ان في اليوم ده وهم بياكلوا حمدي فتح الموضوع
والشيخ محمد رفضوا تاني رفض قاطع. قام الموضوع اتطور بينهم لمشادة كلامية كبيرة، والمشادة الكلامية دي راحت اتطورت لخناقة بينهم هما الاتنين. والخناقة دي بقى راحت متطورة لحاجة أبعد من كده بكتير، وهي إن حمدي قام ماسك قالب طوب بلوك وراح نازل بيه على راس أخوه الكبير محمد، في مشهد بيفكرك باللي قابيل عمله في هابيل بالظبط. وطبعا نتج عن كده إن الراجل راسه اتهشمت ووقع على الأرض في وقتها فورا، وده كان هو المشهد الأخير في حياته. وفي اللحظة دي حمدي يلاقي نفسه قدام عمله الأسود، وبدأ فورا يفكر هيخبي اللي عمله إزاي. وزي ما الغراب حفر في الأرض عشان يوري قابيل إزاي هيدفن هابيل، راح حمدي هو كمان حفر حفرة جوه البيت وراح حاطط الشيخ محمد فيها. بس في نقطة مهمة هنا، قابيل ما كانش حد هيدور وراه، وكده كده كل اللي كان موجود وقتها كان عارف هو عمل ايه في هابيل، وما كانش عنده فرصة انه يخبي عملته السوداء. لكن حمدي محدش كان يعرف هو عمل ايه، ولا حد شافه وهو بيخلص على اخوه، ولا حد كان في البيت وقتها، فكان شايف انه لازم يخبي الجثمان بتاعه بكل الطرق الممكنة. وطبعا ده يشمل انه يخبي الريحة اللي هتطلع منه بعد كام يوم. وعشان كده بعد ما حمدي حط اخوه في الحفرة راح صابب عليه صبة خرسانية، وده عشان يمنع تماما اي فرصة ان ريحته تطلع بعدها. وفي اقل من ساعة كان خلاص خلص اللي بيعمله ونظف مسرح الجريمة، وقعد بعدها في البيت وهو متظاهر باللامبالاة، وفي انتظار اللحظة اللي الناس هتكتشف فيها ان اخوه غايب ويبدأوا انهم يدوروا عليه عشان يقوم وقتها ويدور عليه معاهم. وما كانش يعرف ان اصلا كل حاجة هتتكشف قبل حتى ما يوصل للحظة دي. بعد ما حمدي خلص عملته السوداء بوقت مش كبير، اتفاجئ بزيارة ضيف غير مرغوب فيه وقتها بالنسبة له، والضيف ده يبقى هو ابن عمه اللي كان متعود انه يزورهم كل فترة كنوع من المعروف او صلة الرحم، وده عشان يطمن عليهم ويسأل عنهم وخصوصا عن الشيخ محمد. وساعتها الراجل ده لما راح لهم ملقيش في البيت غير حمدي، ووقتها سألوا عن أخوه ورد عليه حمدي وقال له إنه ما شافوش ولا يعرف هو فين. وأصلا أسلوب الرد بتاعه كان مستفز أو غريب شوية، وواضح قوي إنه متكلف أو حد بيحاول يظهر اللامبالاة. وساعتها الراجل ده اللي هو ابن عمهم لاحظ حاجة غريبة جدا جوه عندهم في البيت قلبت كل الموازين وبوظت كل الخطط بتاعت حمدي. والحاجة دي كانت عبارة عن صبة خرسانية موجودة جوه بيتهم أول مرة يشوفها. ومش بس كده، ده كمان الصبة دي كان طالع منها قطعة قماش عليها بقع حمرا غريبة. وساعتها الراجل راح باصص لحمدي وسأله عن الصبة والقماشة الغريبة اللي طالعة منها. وهنا بقى وش حمدي بدأ يقلب ألوان والتوتر ظهر عليه بشكل واضح جدا، واتلعثم في الكلام وقال كلام محدش يفهم منه حاجة. لكن وقتها اللي ابن عمه فهمه كويس قوي هو ان حمدي عمل حاجة في اخوه الشيخ محمد. وبمجرد ما الراجل طلع من عندهم قام فورا عمل بلاغ في الشرطة انه شاكك ان في واحد قريبه خلص على اخوه الكبير ودفنه في بيته وصب عليه كتلة خرسانية، وعلى طول تطلع قوة امنية ومعاها ضباط مباحث على مكان البلاغ، وفعلا يلاقوا الصبة الغريبة دي جوه البيت وطالع منها قطعة القماش. وعلى طول بدأت اعمال التكسير فيها، وبعد لحظات كانوا في حالة كبيرة جدا من الصدمة لما لقيوا ان تحت الصبة دي او جواها بني ادم كامل في حالته الطبيعية زي ما هو، مش ناقص منه حتى صباع واحد. وعلى طول يتم نقل جثمان الشيخ محمد لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي ويتم دفنه بعد كده بعد عمل المعاينة اللازمة. أما بالنسبة لحمدي بقى فده بني آدم خسر دنيا وآخرة، وتم اصطحابه لاسم الشرطة واتعملت معاه هناك التحقيقات اللازمة وتوجهت له التهمة اللي ما كانش عنده أي فرصة إنه ينكرها، واضطر إنه يقر ويعترف بكل حاجة ويحكي اللي حصل بالتفصيل زي ما عرفناه. وبعدها يتم اصطحابه مع فريق من النيابة العامة لبيته اللي هو مسرح الجريمة وعمل إعادة تمثيل لجريمته زي ما عملها بالظبط. وطبعا كل ده حصل وسط حالة ذهول كبيرة من أهالي قرية بني رافع اللي ما كانوش مصدقين ولا مستوعبين إن حد عايش بينهم يعمل عملة زي دي، لكن للأسف ده هو اللي حصل. ودلوقتي حمدي محبوس على ذمة التحقيقات لحين تحويله للمحاكمة. وفي الآخر مش هقول غير إن حمدي طمع في الأوضة بتاعت أخوه وكان عايز ياكلها منه بالباطل، فكانت النتيجة إنه خسر البيت كله وخسر أخوه وخسر ابنه وخسر سمعته وحريته ودنيته وآخرته وكل حاجة حرفيا. يا ريته كان فهم إن الطمع قل ما جمع وإن قابيل عملها قبله فأصبح من الخاسرين. ويا ريت لو وصلت لهنا ضروري تدعي للشيخ محمد في التعليقات بالرحمة وتعرفني رأيك في القضية، وما تنساش اللايك بتاعك لو استفدت من حلقة النهاردة وحابب إنها توصل لغيرك. كان معاكم إسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.